تحت عنوان عصر الدولة الأموية وعصر الدولة العباسية. جمعنا الشخصيات كلها وهنشوف مصر الوطن العربي بين الحاضر والماضي وشخصيات أثرت في حياتنا. الدولة العباسية، اتفضل. عصر الدولة العباسية يتميز بالعصرين. العصر الأول يتميز بالعصر الذهبي بسبب قوة الخلفاء وازدهار العلوم والثقافات. العصر الثاني عصر الضعف والانقسامات. تمام، ننتقل إلى نافذة أخرى من تاريخنا وهي أهم ملوك الدولة العباسية. أبو العباس عبد الله، أبو جعفر المنصور، هارون الرشيد، المأمون بن هارون، المعتصم بالله. جميل جدا. نيجي بقى نشوف أبو العباس، اتفضل. أبو العباس عبد الله من أهم أعمال وضع أسس الدولة الجديدة نقل عاصمة الخلافة إلى مدينة الأنبار في العراق. اهتم براحة الحجاج فجدد الطريق بين مكة والكوفة وزوده بالمنارات لإرشاد المسافرين. تمام كده. نيجي بقى على أهم أعمال جعفر منصور، اتفضل. المؤسس الحقيقي للدولة العباسية، قضى على الفتن والثورات ونشر الأمن والاستقرار للدولة. تمام، ننتقل إلى نافذة أخرى. أهم أعمال خليفة هارون الرشيد، تعال. أهم أعمال الخليفة هارون الرشيد: أسس مكتبة بيت الحكمة في بغداد، أسس سوق الوراقين لنسخ الكتب وبيعها، توسعت الدولة الإسلامية في عهده، أقام علاقات قوية مع ملوك أوروبا. تمام، الراجل ده يا جماعة كان مهتم بالعلم والعلماء وعمل مكتبة في العراق جميلة جدا. ننتقل إلى الخليفة، تعال. المأمون بن هارون. أهم أعمال المأمون بن هارون: 1. شجع على ترجمة الكتب من الحضارات الأخرى. 2. دعم العلماء والمفكرين في مختلف العلوم. 3. إنشاء أول مرصد فلكي في بغداد لرصد النجوم. تمام يا جماعة. نيجي بقى على خليفة آخر، المعتصم بالله، اتفضل يا مالك. المعتصم بالله تم بناء جيش قوي. المعتصم بالله تم بناء جيش قوي، إنشاء مدينة سامراء لتكون مقرا للخلافة، نجح في فتح مدينة عموري. تمام، ننتقل إلى معاوية بن سفيان، اتفضل. معاوية بن أبي سفيان هو أول خلفاء الدولة الأموية، اتخذ من دمشق عاصمة للدولة الأموية، اهتم ببناء البحرية الإسلامية، أنشأ مدينة القاهرة بما تفسر لنشر الإسلام في شمال أفريقيا، أسس ديوان الخطم بما تفسر لحماية رسائل الدولة من التزوير. تمام يا جماعة. والدراما بردك العربية في مسلسل لمعاوية ممكن تتفرج عليه لتثقيل المعرفة. نيجي بقى على صباح أسباب بقى لكل دولة، أسباب سقوط الدولة العباسية. أسباب سقوط الدولة العباسية: الصراع بين العباسيين على نظام الحكم. 2. استيلاء عناصر غير عربية على نظام الحكم. 3. الصراع على ايه؟ على الحكم. ماشي؟ تمام يا صباح. ننتقل إلى أسباب سقوط الدولة العباسية. يا عمر، اتفضل يا عمر. وذلك أدى في النهاية إلى سقوط الدولة العباسية على يد المغول سنة 656 هجريا بعد أن استمرت أكثر من 5 قرون. تمام، 5 قرون اللي هم 500 عام. نيجي بقى، اتفضل. أسباب سقوط الدولة الأموية: 1. صراع بين القبائل على الحكم بسبب التنافس للحكم يبقى الصراع على ايه؟ الحكم. يبقى اسباب سقوط الدولة الأموية اول حاجة الصراع والفتن في الحكم، كله صراع على الحكم. يبقى كده يا جماعة مدرستنا وفريق ملوك وملكات تاريخ ميت الرخا قدموا لكم خلاصة عن شخصيات هامة في الدولة الأموية والدولة العباسية وأسباب سقوط كل دولة. وشكرا لحضراتكم وإلى لقاء آخر في فقرات تاريخية أخرى. شكرا.